هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده كده بقى هنعمل مع بعض تحضيرات عيد ميلادي، وهنعمل كمان التورته مع بعض والديكور، وهوريكم كل حاجه ان شاء الله هنعملها في اليوم. اول حاجه طبعا انا منقيه ان انا عايزه اعمل لون موف او بيربل، فجبته وبادئين بقى نفخ كده كميه هايله من البالونات عشان احاول اعمل بيهم ستاند. انا جايبه ده الكيس اللي هو 100 بالونه، وانا عندي منفاخ فبنفخهم بيه. وكمان جبت الستاره دي وهوريكم بقيه الديكور. جبت كمان بقى هنا دي الشرايط، سوري، اللي هو الحبل الشفاف ده. بصوا، عشان في فكره كده في دماغي عايزه اعملها، ده حبل شفاف. وطبعا الصواريخ دي بتاعه التورته، والاساتك دي بتنفع قوي لحد عايز يعمل ستاند بالونات او كده، بتساعده ان هو يمسك البالونات في بعض يعني. واي حاجه بقى موف انا كنت بشوفها اختي بتشوفها بنجيبها. إيه، دي فراشات كده شكلها حلو قوي، شرايط ستان، بس حاول طبعا كله يبقى لون واحد. ودول برضو شكلهم حلو قوي، ولو اتحطوا في بالونات كده بيبقى شكلهم جميل. مجموعات بقى بالونات، ناخد منهم تقريبا دول، ممكن اخد منهم الاتنين دول بس. والشمع و ده مش عارفه اسمه ايه، هو شرايط زينه كده، بس هي موف وكشمير يعني درجتين موف وكشمير وكده، فشكلهم حلو قوي. احنا في الاول كنا جايبين الستاره دي، ولما لقينا المربعات شكلها اجدد جبناها. دي اللي هي الستاره الشرايط الرفيعه الموجوده على طول. ومفرش برضو، هي ممكن حاجات هتبان بينك وحاجات موف، بس هو المفروض ان كله موف يعني. تعالوا بقى نظبط مع بعض الديكور وندخل نعمل التورتايه كمان مع بعض. هنا هنبدأ نعمل الكيك. فده دي سبونج فانيليا، ده نص كيلو. الراجل قال لي ان هو يتعمل في قالب مقاس 20، واختي غلفته كده كله بورق زبدة عشان ما يلزقش. هو بقى بيحتاج النص كيلو 50 ملي مية، واربع بيضات كبار او 5 صغيرين. طبعا هشتغل في العجان عشان اوريكم بس الخليط وقوامه في الاخر يبقى شكله ايه. واحنا شفنا يعني كذا حد على النت فحطت كمان محسن كيك، فاحنا هنحط برضو كده معلقة صغيرة، وممكن احنا نستغنى عنها لان تقريبا السبونج ده فيه. بس هنجرب نحطه علشان يعني ان شاء الله تبقى مرفوعة كده وناجحة معانا. انا حطيت في العجان البيض وعليه المية، وحطيت فانيليا. انا بصراحة بخاف شوية من الزفارة فزودت فانيليا. والدقيق الاسبونج الجاهز وضربته على اعلى سرعة 8 دقايق. بصوا بقى القوام بقى كريمي واتضاعف. هبدأ بقى اصبها في القالب وهدخلها فرن 180، وهشغل المروحة عشان الفرن بتاعي بس مش مظبط قوي يعني. وان شاء الله يا رب ان شاء الله ما تبص وتطلع حلو. ده بقى شكل الكيك بعد ما خرج. بصوا طرية جدا. انا سايباها تبرد في القالب بتاعها عشان ما تهبطش او اي حاجة، وتبقى سهلة انها تطلع. وان شاء الله هي تطلع بسهولة لان ورق الزبدة مخليها يعني بتتحرك وزي الفل. هنا كمان انا كان عندي ورد ابيض، فانا عايزة اصبغه موف عشان يليق مع التورتايه. ف جبت الالوان دي حطيتها في ميه وحطيتها كده، وعندي امل ان شاء الله ان هي تاخد لون. تعالوا بقى اوريكم الديكور لان احنا كده خلاص يعني بنام. طبعا التورتايه دي انا عاملاها على بيات قبلها، يعني بكره ان شاء الله هزوقها، فهتكون بردت وتكون مسكت نفسها اكتر يعني، وما تفرولش بقى واحنا بنقطعها يعني. وده كده الشكل المبدئي للديكور. إيه البالونات هنا حطيت عليها فراشات كده، بصوا جميلة جدا. وحطيت اللي هو الحاجات اللي بتلمع دي، وده كده شكل الستارة. وحطيت من تحت بس استند صغير كده. ده كده الشكل. طبعا كان المفروض اجيب ستارتين عشان الحتة
دي، بس يعني اتس اوكي طبعا الشكل حلو جدا. على الحقيقة طبعا البالونات يعني من فوق كمان واخدة مكان كبير كده، فمديها شكل حلو قوي. هنام بقى، وان شاء الله كده اكمل معاكم الفيديو بكرة ونكمل الديكور ونكمل التورتاية مع بعض. دي بقى الحاجات علشان ابدأ ازوق التورتاية. اول حاجة انا جايبة هنا ديسك عشان احطها عليه، اكبر من مقاس التورته بنمرتين، يعني لو التورته 20 فده 24. اوكي. وجايبه الفراشات دي كيسين عشان على حسب بقى ما هناخد منها. وطبعت الصوره دي. بصوا انا عايزه احط البنوته دي ومش عارفه بقى هاخد حاجه تانية، وطبعا كتب لي الاسم. وسبرينكلز كده بقى موف احجام. وكنت جايبه عجينه سكر مش عارفه هستخدمها ولا لا، وده اللي بيفرد الكريمه. تعالوا بقى نعمل الكريمه ونحاول كده نزوق التورتايه. من مستلزمات الحلواني كنت جايبه كريمه. دي المفروض ان هي كريمه لباني يعني. هحطها بس في العجان. ده ربع كيلو. وهحط عليها كوبايه صغيره كده ميه، يعني كنت حاطاها في الفريزر قبلها شويه بس. وهضرب بقى واوريكم كده القوام بتاعها. ده كده بقى شكل الكريمه وقوامها. بصوا. وطلعت هنا كومبوت كمان عشان اعمل بيه، بس متماسكه جدا. هحطها بس في الفريزر كده يعني 5 دقايق على ما اقطع الكمبوت واجهزه عشان تبقى شادة نفسها شوية وانا بعمل بيها التورته. هنا بقى هبدأ اقسم الكيكة على 3 عشان نبدأ نحشيها ونحط فيها الكمبوت والكريمة. كده قطعتها بقى 3 وهبدأ اسقيها بمية من مية الكمبوت. وهنا قطعت شوية على الكريمة عشان نخلطها يعني ويتحشى بيها. اول حاجه انا عندي هنا ورد طبيعي، وغلفت الساق بس بكلينج فيلم عشان ما يبقاش في التورتايه بتاعتي يعني. هبدا احطهم كده. والفراشات دي ركبتها كده على الواير بتاعها بلزق بيجي معاها، وهحطها كده. بس اهم حاجه بقى ان انتوا تعملوا تناسق شويه في الالوان يعني. والبنوته بقى قصتها، احطها كده. انا مش هحاول اضغط قوي عشان مش عايزاها يعني ايه تلزق قوي في التورتايه. وبقى فراشات تانية صغننه زي دي. وعندي بقى هي مش سبرينكلز، هي كور كده. بصوا واحجام. هبدأ بس احط كام واحدة كده يدوا ابعاد يعني على التورتايه. هخلصها بقى واوريكم كده شكلها لما تخلص. ده بقى كده شكلها النهائي. بصوا سهلة جدا. عشان بس لو حد سأل على التمويج ده، بالمشط اللي شكله كده اسهل بكتير قوي لو حد مبتدئ زيي ان هو يفضل يعمل الكريمه تطلع مسطره. يعني معرفتش اعملها بصراحه، فعملت بالمشط ده طلع الشكل. بصوا قد ايه رائع وحلو وشكلها يعني بروفيشنال كده. تعالوا بقى نطلعها مع الديكور واوريكم الورد اللي جالي النهارده. بصوا جميله جدا. اول حاجه انا عندي هنا ورد طبيعي، وغلفت الساق بس بكلينج فيلم عشان ما يبقاش في التورتايه بتاعتي يعني. هبدا احطهم كده.
والفراشات دي ركبتها كده على الواير بتاعها بلزق بيجي معاها، وهحطها كده. بص اهم حاجه بقى ان انتوا تعملوا تناسق شويه في الالوان يعني. والبنوته بقى قصتها، احطها كده. انا مش هحاول اضغط قوي عشان مش عايزاها يعني ايه تلزق قوي في التورتايه. وبقى فراشات تانية صغننه زي دي. وعندي بقى هي مش سبرينكلز، هي كور كده بصوا واحجام. هبدأ بس احط كام واحده كده يدوا ابعاد يعني على التورتايه. هخلصها بقى واوريكم كده شكلها لما تخلص. ده بقى كده شكلها النهائي. بصوا سهله جدا. عشان بس لو حد سأل على التمويج ده، بالمشط اللي شكله كده اسهل بكتير قوي لو حد مبتدئ زيي ان هو يفضل يعمل الكريمه تطلع مسطره. يعني معرفتش اعملها بصراحه، فعملتها بالمشط ده طلع الشكل بصوا قد ايه رائع وحلو، وشكلها يعني بروفيشنال كده. تعالوا بقى نطلعها مع الديكور ووريكم الورد اللي جالي النهارده. بصوا جميله جدا. ده كده بقى شكل التورتايه. بصوا جميله 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 يعني، فائت توقعاتي بصراحه. وان يعني تكاد تكون انا بعمل تورت مرات قليله قوي فتطلع بالشكل ده حلوه جدا. طبعا انا بشكر اختي عشان هي ساعدتني جامد جدا فيها. وده كده بصوا علقت دي شرايط ستان، عملتها فيونكات وبخيط شفاف كده نازله من السقف، شكلهم حلو قوي على التورتايه. ده كده بقى منظر الديكور كامل. وكمان بصوا بقى الورد العسل قوي ده. انا بحب البيبي فلاور جدا، فاختي جابت لي منه درجتين موفات عشان يليق كده مع العيد ميلاد يعني. بصوا كده درجات الالوان مع بعض حلوه قوي قوي قوي. وجابت لي الفاتح عشان ما كناش عارفين هو انهي درجه هتظبط اكتر، بس دي بصوا بيرفكت جدا مع التورتايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ويا رب يكون فيديو النهارده كده لذيذ وسلاكوا واخدتوا منه افكار. باي باي.